السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة خيوط الجريمة. القصة اللي غادي نحكي لكم اليوم صدمت المغرب كامل. جريمة وقعت في مكان معروف بالهدوء والجمال في وسط جبال الأطلس، ولكن اللي وقع في ذاك الليل ما كان حتى واحد كيتوقعه. تفاصيل القضية مرعبة وغادي نخليكم تسمعوها كاملة حتى النهاية. في شهر دجنبر سنة 2018 قررت جوج ديال السائحات شابات من شمال أوروبا يزوروا المغرب. كانوا كيحلموا يكتشفوا الطبيعة ويطلعوا أعلى قمة في شمال إفريقيا اللي هي جبل توبقال. الرحلة كانت بالنسبة لهم مغامرة جميلة، صوروا بزاف ديال اللحظات ونشروها في مواقع التواصل. وصلوا للقرية الصغيرة اللي سميتها إمليل، وهي مكان معروف عند السياح اللي كيبغيو يطلعوا للجبل. السكان ديال المنطقة تعودوا يشوفوا السياح وكل شيء كان عادي. وفي واحد النهار قررت السائحتين يديروا خيمة في المنطقة الجبلية القريبة من الطريق اللي كتدي لتوبقال. الليل كان هادئ والبرد ديال الجبل كان شوية قوي، والنجوم كانت مالية السما وكل شيء كان تيبان عادي. ولكن في ذاك الليل كانوا شي ناس اخرين في ذاك المكان، ناس ما جاوش للسياحة ولكن كان عندهم هدف آخر. في الصباح بكري كانت المنطقة في جبال الأطلس هادئة بحال العادة. بعض المرشدين السياحيين كانوا غاديين في داك الطريق باش يستقبلوا سياح اخرين طالعين حتى هما للجبل. من بعيد شاف واحد منهم الخيمه ديال السائحتين مازال في بلاصتها، ولكن كان واحد الاحساس غريب، ما كانت حتى حركه وما كان حتى صوت وما كاين حتى سكون. قرب شويه من الخيمه ونادى بصوت خفيف، ولكن حتى واحد ما جاوبه. في ديك اللحظه بدا الشك كيدخل لقلبه. من بعد دقائق كيتم اكتشاف خطير خلاه كيتصدم. مباشرة كيتم الاتصال بالسلطات، ومن بعد وقت قصير وصلت عناصر الدرك الملكي والشرطة للمكان. كيتم تطويق المنطقة وكيبدا التحقيق في واحد من أخطر الجرائم اللي هزت المغرب في هذاك الوقت. الشرطة المغربية تحركت بسرعة كبيرة وتم إرسال فريق من الدرك الملكي والمحققين للمنطقة. التحقيق بدا مباشرة وتم البحث في كل الأدلة الممكنة. مع مرور الوقت بدات الشرطة كتجمع معلومات مهمة. خلال التحقيق كيتم العثور على تسجيلات كاميرات مراقبة في بعض المناطق اللي قريبة. هاد التسجيلات بينات أشخاص كانوا كيدوروا في ذاك المكان قبل ما توقع الجريمة، وهذا الشيء هو اللي خلى التحقيق يتقدم بسرعة. وبعد أيام قليلة تمكنت الشرطة من تحديد هوية بعض المشتبه فيهم، وتم إلقاء القبض عليهم في عدة مدن مغربية. التحقيقات كشفت تفاصيل خطيرة وخلت الرأي العام كامل مصدوم. القضية من بعد ما وصلت المحكمة تمت محاكمة المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة، ومن بعد جلسات طويلة صدر الحكم النهائي في حقهم. كانت هذه هي جريمة شمهروش اللي بقات واحدة من أكثر القضايا اللي صدمت المغاربة، لأنها وقعت في مكان معروف بالهدوء ولكن تحولت لواحد من أخطر الجرائم اللي عرفها المغرب. وبهكذا غادي نكونوا سالينا واحدة من أكثر الجرائم اللي صدمت المغرب في ذاك الوقت. جريمة وقعت في مكان معروف بالهدوء والجمال، ولكن تحولت القصة حزينة هزت الرأي العام. هاد القصة كتخلينا نفكروا أن العالم ماشي دائما كيف ما كنظنوا، وأن لحظة واحدة ممكن تغير حياة بزاف ديال الناس. كنتمنى تكتبوا لي رأيكم في التعاليق، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة خيوط الجريمة باش يوصلكم قصص جرائم حقيقية وغامضة أخرى. ونشوفكم في القصة الجاية، والسلام عليكم.